السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل احلى طاجن لحمة بالبطاطس، تحفة جدا هيعجبك وروعة. نقول بسم الله. عندي هنا اهوت نص كيلو لحمة مقطعة مكعبات، عندي ملح وفلفل اسود وبهارات، عندي 3 بطاطسيات كبار مقطعهم مكعبات، وعندي هنا بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة، وفلفل احمر وفلفل اخضر. تمام. عندي هنا اهوت في طاسه على النار او صينيه او طاجن اللي عندك، حطيت معلقه سمنه كبيره هنزل بيها بالمكعبات بتاعه اللحمه بتاعتي. يا ريت تبقى القطعيه حلوه كده، حته من السن حته من الكتف، حاجه سهله وتستوي بسرعه. خلاص هروح بقى مشوحها على طول، مشوحاها على طول طبعا على نار عاليه علشان خاطر ما تنزلش اي سوائل معايا. بصي اهو لغايه لما لونها خالص يحمر معايا. تمام. انا نزلت هنا اهوت بمعلقه ثوم مهروس، انا ما كنتش قايله عليها في المكونات، جربيها بقى. نزلت الريحه روعه تحفه. اول ما نزلت بمعلقه الثوم دي نزلت عليها بالفلفل، طبعا ريحه الفلفل لما بينزل خطير، ثوم مع فلفل. طبعا بسيبه يدبل كده شويه مع بعضه اهو، ريحه الثوم تطلع معايا. هنزل على طول بالبصل بتاعي. زي ما انت شايفه كده، عايز تقطعيه مكعبات، عايز تبشريه. في ناس ما بتحبش البصل يبان في الاكل، ممكن يتبشر عادي. بس كده هتقلبيها خالص كده زي ما انت شايفه كده، وبعدين هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل الاسود والبهارات بتاعتي اللي هي 7 بهارات اللي موجوده عندك. تمام، او بهارات لحمه، مش لازم 7 بهارات. بس كده هنقلبهم كويس قوي، وبعدين هضيف عليهم الميه واغطيها عشان تستوي. انا مش هحط طبعا البطاطس بتاعتي دلوقتي، البطاطس مش هتاخد وقت في السوا. على طول يعني هي تغلي غلوتين كده معايا اللحمه، وهنزل على طول بالبطاطس بتاعتي اهي زي ما انت شايفه كده. ما زودش الميه بتاعتي ان هي اصلا خلاص، يعني هي قربت تستوي كمان يعني اهي. خلاص هغطي عليها بقى طبعا، هسيبها بقى لغايه لما تستوي. تمام. بصي خطيره اهي روعه. على فكره ممكن ما تضيفلهاش البطاطس في الخطوه ديت، وعادي جدا تستني لما الصوص دوت ينشف وتاكليها مع عيش، تاكليها مع رز ابيض، تحفه قوي خطيره. نزلت طبعا مكعبات البطاطس بتاعتي. البطاطس هتاخد غلوتين 3 على طول، ما دام مقطعه مكعبات صغيره زي ما انت شايفه كده، مش هتاخد سوا خالص. جربي الوصفه دي، تحفه وسهله، مفيهاش اي صعوبه خالص، بسيطه جدا. اهي زودت طبعا كميه الميه عشان خاطر البطاطس بتاعتي اهي. سيبها بقى تغلي غلوتين 3، تاخد تدي كده اهو مع بعض وخلاص. بصي بقى تحفه تحفه. جربتها قدمتها مع الرز البسمتي، خطيره. حمرت لها شويه سمبوسه كمان، روعه. يا رب تجربوا الوصفه، ان شاء الله الوصفه تعجبكم، واشوفكم في وصفه جديده، ومع السلامه وباي باي.